السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا احنا رحنا مول ممشى مصر، فقلنا نعمل لكم جولة في المول هناك. احنا كنا اول مرة نروحه بصراحة، هو ما كانش فيه حاجات كتير، بس كل يوم بيبقى فيه حاجات حلوة جدا. الناس هناك قالت كده. كان فيه البادي ده ومعاه الشورت بتاعه. البادي كان ب50 جنيه والشورت ب65. يعني تقدري تعملي طقم كده للبيت بكل سهولة، بيجامة شورت. تقدري تقعدي بيها في البيت وكده. وفي كل الالوان دي، كل الواناته تقدري برضو زي ما قلتلك توفقي معاها الشورت بتاعها. والبادي ده كان من ديفاكتو وخامته حلوة جدا جدا جدا. يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي انا اشتريتها هي الباديهات دي. مش معنى كده ان مفيش حاجات حلوة، لا، هو في حاجات حلوة كتير، وكل يوم كمان بتلاقي حاجات احلى. بس الوكالة تقريبا بتتراح يوم الجمعة ويوم الحد، ومعرفش بقى الايام العادية بتروحي تلاقي حاجات حلوة ولا لا. بس هي فيها معروفة، يعني فيها كل الحاجات المستوردة وفيها البراندات. وده الشورت اللي بقولك عليه اهو، برضو فيه كل الوانه. تقدري توفقيه مع البادي الابيض. الشورت ده شكله حلو جدا جدا. زي ما قلت لك تقدري تعمليه بيجامه. والشورت ده كل الواناته. تقدري توفقيها مع الوانات والبادي زي ما قلت لك تاني من ديفاكتو. شايفين المول كله عامل ازاي؟ في حاجات مستوردة كتير قوي. ده كارديجان. الاسعار زي ما انتم شايفين 75 35 50. اغلى حاجة شفتها في المكان كانت ب250. البنطلونات دي ب50 جنيه، والحاجات دي ب35 جنيه. فيها حاجات اطفال وحاجات كبار برضو. الاسعار اهي يعني بتتراوح ما بين 75، 50، 150، 35 كده يعني. وده كان فستان اطفال كان ب50 جنيه. بس الكاشات القطن دي كانت ب85 جنيه. ملمسها حلو قوي قوي قوي، تقدري تلبسيها في البيت ككاش مايو يعني. طبعا بعد المقلب اللي انا عملته في دينا امبارح، قلنا ننزل نعمل لكم جولة كده، بما اننا نازلين نوريكم المكان ونوريكم الاسعار، ونقول لكم يومنا مشي ازاي يعني وكده. هي دي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، تنفع كاش مايو قوي، لان قماشتها قطن كده وتحس ان هي ملمسها ناعم. مش هتضايقك في الصيف يعني ولا هتحررك. ده بقى كان جزء الاطفال، كان قمر قوي. وكانت اي حاجة فيه ب45 جنيه. كان في حاجات حلوة جدا للاطفال، يعني في تيشرتات وفي شورتات وفي اندرات زي ما انتم شايفين كده. تقدري برضو تعملي بيجامة، تقدري تعملي طقم يعني زي ما انت حابة. وكمان مش بس في المول ده، يعني واحنا خارجين كان في ناس كتير قوي عندهم حاجات كتير جدا. يعني كان في شنط، كان في شوزات، كان في ادوات مطبخ، ادوات وحاجات اللي هي الاكسسوارات الصيني، فساتين افراح. الوكالة مليانة حاجات كتير، بس انا اكيد ما كنتش اقدر اصور لكم كل ده. انا بس بديكوا فكرة يعني عن المكان اللي احنا رحناه، وعن الاسعار هناك وكمان تقدري تروحي يوم ايه. زي ما قلت لك يوم الجمعة ويوم الاحد دول بيبقوا مميزين في الوكالة. تقدري تلاقي الحاجات اللي انتي عايزاها هناك. بمناسبة يوم الاحد، انا عندي مكنة الزبادي، الكوبايات بتاعتها الولاد على طول بيكسروها. فبلاقيها في يوم الاحد في الوكالة. ده اليوم الوحيد اللي بلاقيها هناك. يعني لما رحنا يوم الجمعة ما كانش موجودة الكوبايات دي، فلازم تروحي يوم الاحد.
تقدري يعني لو انتي عندك حلة عايزة غطاها اللي هو الغطا البايركس ده، تقدري برضو تشتريه من هناك. لو في حاجة ناقصة كده في الادوات بتاعتك، تقدري تكملي القطعة بتاعتها اللي ناقصة من الوكالة. يعني قصدي اقولك ان بتبقى موجودة يوم الاحد قدام زكي السماك الناحية التانية، بيبقى موجود كل الادوات المنزلية اللي انت تقدري تستخدميها، او كمان تقدري تكملي بيها الحاجات اللي ناقصة عندك. هنا بقى بوريكم برضو جولة كده في المكان كله وبالاسعار. الاسعار زي ما انتم شايفين كده 35، 65. وفي بناطيل، دي بناطيل كانت ب130 جنيه. وفي ناس كتير كانت بتختار وبتنقي، وكان في حاجات عجباهم جدا. وفي حاجات على فكرة براندات معروفة يعني زي زارا واتش ام وبرشكا. وفي حاجات بالتيكت اهي زي ما انتم شايفين. وكانت البلوزة البيضة دي شكلها حلوة قوي، شايفين شكلها عامل ازاي. المقاسات دي مش كبيرة، بس كان في مقاسات كبيرة زي الكاب وزي حاجات دلوقتي هتشوفوها. كان في منها مقاسات كبيرة يعني. ده الكاب اللي انا بقولكوا عليه. شايفين مقاسه كبير جدا، يعني يلبس اي مقاس. وتقدر المليانة تلبسه والرفيعة تلبسه، يعني بيبقى شكله حلو جدا في الحالتين. دي شميزات كان شكلها برضو حلو. كان في ناس بتختار منها كذا لون يعني، وفيها الوان مطرقعة، وفيها الالوان الجديدة، وفيها الابيض في اسود اللي انتوا شايفينه ده. كان في حاجات حلوة كتير يعني. وكمان انت لازم بالك يكون طويل وتعرفي تنقي وتخشي وتقلبي. بحس ان الاستندات دي بيبقى فيها حاجات كتير جدا مش معروضة، ممكن تكوني مش شايفاها، بس لما تقلبي تطلعيها. شايفين بتطلع شميزات اهي، وبتطلع حاجات شكلها حلو قوي. وفي نفس الوقت سعرها زي ما انا بقول لكم كده، زي ما انتم شايفين سعرها بسيط مقارنة بالاسعار اللي بره يعني. واحنا راجعين انا دخلت محل كان عجبني فيه كارديجان، كان ب475 يعني 500 جنيه، كتير قوي. هنا ممكن تلاقيه بالاسعار اللي انا بقولك عليها دي 75، 150. حتى لو لقيتيه ب200 جنيه برضه هيبقى حلو جدا، وهتبقي وفرتي 300 جنيه. فلا، في حاجات حلوة كتير بصراحة، وكمان براندات. والبراندات دي ما بتبقاش في اي محل يعني، هي بتبقى معروفة في الوكالة بس. يعني لو جبتيها من البراند نفسه هتلاقيها لا معدية. فانت ممكن تقلبي وتدوري وتختاري، هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفين الالوان مطرقعة ازاي. ده كان كده زي شميز قصير من قدام وطويل من ورا، وفي نص فتحة كده. وشايفين لون البلوزة دي عامل ازاي. الاصفر الكناري ده كان لون مطرقع قوي بصراحة. وفي غيرها الوان تانية كتير يعني. الشميز الابيض ده برضو كان شكله حلو قوي، وليه كابيشو كده من ورا. شايفين البلوزة الادوار دي كانت ب85 جنيه. اسمها بلوزة كرانيش. انا بهزر على فكرة، ما اسمهاش كده. في هنا برضو بلوزات وشميزات. الحاجات دي كلها سعرها 85 جنيه.
شايفين البنطلون ده حلو قوي قوي قوي، شكله شيك قوي، كان ب50 جنيه. وهنا في دريس كده جديد ب... بالتيكت يعني بتاعه ب250. في حاجات تنفع سواريهات، وفي عبايات سيناوي، وفي حاجات كتير زي ما انتم شايفين كده. ده فستان سواريه ممكن توفقي له بادي وطرحة، يبقى فستان جميل قوي. في دريسات اهي زي ما انتم شايفين، في الحاجات اللي انتم شايفينها دي برضو ب250. ده تقريبا كان اغلى جزء في المكان يعني، 250. بس وهي دي كانت جولتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك.